على ما اذكر انا خدام دابا بالذاكره. من بعد هذا الاجتماع هذا تم مؤتمر ديال هاد القبائل في بوخشيبيه، واللي حضر معاهم المؤتمر ولي العهد انذاك الحسن. وخرج المؤتمر عندي النقاط، ولكن ما نطولش عليكم، بواحد العدد ديال النقاط. من جملتها الاساس هو انه الكفاح حتى تحرير باقي اجزاء ديال الوطن. طبعا هذه العمليه اللي قام بها جيش التحرير جعلت اسبانيا تحالفيه وفرنسا، لان تحقيق جيش التحرير انتصارات هو دعم اولا تعطي القوه للمغرب، ولكن كذلك يدعم الثوره الجزائريه، لان جيش التحرير المغربي مع جيش التحرير الجزائري كانوا في تنسيق تام وتكامل تام، لدرجه انه في الوقت اللي كانت عمليه الكماشه ايكوفيون مشهوره بكلمه ايكوفيون، تم التصفيه ديال جيش التحرير، يعني يهزموا جزء من جيش التحرير اللي انهزم التحق بالثوره الجزائريه انذاك، وجزء اخر مشى لموريتانيا لانها كانت باقا ما خداتش الاستقلال، ما تاخذ الاستقلال 62. ف يعني الشعوب المغاربيه كانت متكافله ومتعاونه فيما بينها. إذن هاد العملية شنو غادي تعطي؟ عطات بأنه المغرب استرجع طرفايا 1958. طرفايا غادي تلتحق بالمغرب المستقل آنذاك. بقات إفني والساقية الحمراء هو الذهب ديالو. إفني غادي يسترجعها المغرب 69. بعد ذلك غادي يسوي المغرب العلاقه ديالو مع موريتانيا، لان المغرب منذ 56 وضع الملف في الامم المتحده من اجل يعني تحرير الصحراء وموريتانيا، بل انه الحكومات الاولى ديال الاستقلال والى حدود الحكومه ديال 62 كانت هناك وزاره تسمى وزاره الصحراء وموريتانيا. وكان المغرب انجز انذاك كتاب ابيض، سماه كتاب ابيض حول هذا الموضوع هذا اللي وضعوه في الامم المتحده. طبعا في اطار الصراع ديالو الاممي المغرب منذ 67 كان يطالب بحق تقرير مصير ديال الساقيه الحمراء والذهب ما دامت في ظل الاستعمار الاسباني بهذا الشكل هذا، في اطار البند الاممي ديال 62. من بعد ما سوى العلاقه مع موريتانيا بمناسبه المؤتمر ديال المنظمه الاسلاميه اللي جاء بمناسبه الحريق اللي داروه الصهاينه في مسجد القدس، آنذاك غادي يبدا نقاش نسيقي ما بين المغرب والجزائر وموريتانيا حول مسألة الصحراء. بالنسبة للجزائر كانت تطرح بأن ليس لها أي مطلب في الصحراء، وكانت ترغب فقط فيما مر إلى المحيط الأطلسي. موريتانيا طرحت باش تاخذ الجنوب، توافق مع المغرب على أساس أنه ياخذ الساقية الحمراء. هاد الاتفاقات هذه هي اللي غادي تولد الاتفاق اللي وقع في إفران ما بين الحسن الثاني وبومديان، اللي غادي يتخلى فيه المغرب على جزء
من الصحراء ديالو الشرقيه اللي هي تندوب وكولومبيشار وحاتسي بيضاء، وهذو اجزاء، بحيث انه في 56 الساكنه ديال تندوب صيفطوا البيعه ديالهم من محمد الخامس في ذاك الوقت بعد الاستقلال في 56. بل انه فرنسا ارادت ان ترجع للمغرب الصحراء الشرقيه، ومحمد الخامس رفض، قال لهم بانه هذه العمليه الى قبلناها كانها خنجر في ظهر اخواننا الجزائريين من بعد انتصار يعني تحقيقهم الاستقلال ديالهم. هذا الامر هذا يعني غادي نسويه فيما بيننا كاخوان. هذه معطيات يعني تاريخيه تنظن اساسيه وجوهريه في الملف. طيب هذاك الاتفاق اللي تم بين حسن الثاني بومديال سيتم لانه تم تعليقه على اساس يصادق عليه البرلمان المغربي، صادق عليه حتى 1989. في ذاك الوقت اللي تم الاتفاق كانت حالة الاستثناء، ما كان لا برلمان ولا محزن. جا واحد البرلمان في 70 عاش 8 شهور ومشى بحاله. فهذه هي الاوضاع اللي كانت، وطبعا كانت اوضاع اللي هي ماشي سهله كذلك في المغرب من حيث الاشكال ديال القمع، من حيث الخنق ديال الحريات، من حيث العادات ديال المساعي. شبعنا طرش على كل حال في هذيك المرحله. العلاقه بالملف، الصحراويين اللي كانوا عايشين معنا بحال الوالي اللي كان هو الامين العام ديال الجبهه فيما بعد، راه كان هنا قرا في ثانويه محمد الخامس، كان في كليه الحقوق. ملي اعتقلوهم في اكادير درنا مظاهرات باش تلقوهم، كان معنا في المؤتمر 15 ديال الاتحاد الوطني لطلبه المغرب. بل ان التوصيه اللي خرج بها المؤتمر حول الصحراء الوالي هو اللي كاتبها، وما عمرو كان مطروح له لا انفصال لا دوله لا محزن. غير هذا الموقف ديالو استمر فيه، وهو اللي جعل الجزائريين يقتلوه. 76 غيصفيوها له في اطار واحد العمليه الهجوم على نواكشوط الى غير ذلك. هي هذيك المناسبه صفاو الوالي لانهم كانوا هيئوا محمد عبد العزيز باش هو اللي غادي يتولى الامور، ومحمد عبد العزيز يعني اللي قالت له المخابرات الجزائريه غيديرها. داير هذا هو اللي جعل واحد العدد ديال القاده من المؤسسين رجعوا بحالهم من المغرب في اطار ذاك الدعوه اللي كان دارها الملك الراحل ان المغرب لغفور رحيم، الحضرامي وغيرهم. فهاد المعطيات نبغي نضيف ليها واحد المساله دقيقه. مؤتمرين اللي وقعوا في المغرب، واحد ديال المنظمه الدول الاسلاميه وواحد ديال منظمه الوحده الافريقيه، بيناتهم شي 8 شهور. فهذاك الاسلامي بومديال بكلمته، وراه تنظن الواحد الا بحث في جوجل ممكن يطلع، تيقول بانه المغرب له حقوق في الصحراء، وموريتانيا لها حقوق في الصحراء، الجزائر ليس لها اي مطلب في الصحراء. هذا في المؤتمر الاسلامي. من بعد 8 شهور غيجي مؤتمر الوحده الافريقيه، غاينوض بومديال يقول حق تقرير مصير للشعب الصحراوي. شنو اللي وقع؟ وقعت متغيرات فوق الارض، وان الوالي تم تقديمه للقدافي. شكون اللي يقدموا له؟ المناضلين الاتحاديين ديال يعني الاتجاه ديال محمد الفقيه المصري، الناس ديال حركه 3 مارس وديك الساعه عندهم الاذاعه في ليبيا.
واللي قدموا له يعني مناضلين اتحادي من سلا تنعرفو، يعني ابراهيم والشرح راه اختو امينه والشرح في المكتب السياسي ديال الاتحاد الشرعي. ابراهيم والشرح هو اللي قدم الوالي للقدافي اطار واحد المؤتمر ديال الشبيبه العربيه انذاك. القدافي صاب هذيك القضيه بالنسبه ليه بحال دجاجه محمره عطيتيها ليه. هو باغي يوصل للمغرب وباغي يقلب النظام في المغرب وكذا، وجاو الناس اللي باغيين السلاح وباغيين كذا وحقا باغيين نحرروا البلاد ديالنا، طام السلاح طام الفلوس كذا. الجزائر باقا ما سايقه، حسات بلي تينغلف تيندوب فاشنو هاد العجب عندنا في البلاد. طق مخابرات العسكريه طاروا على القياده ديال بوليزاريو تا هما يديروا التحقيق فهموا بانه الناس ما عندهم حتى شي حاجه للجزائر، باغيين يضربوا المغرب، الجزائر حتى هي باغيه تضرب المغرب. يلا سيدي الله يعاونكم، بداو يدعموهم حتى هما وبداو تيقادوا باش يقادوا قياده اللي تسمع لهم هما. طبعا ما بقاش عندهم الغرض بالوالي، خصهم يصفوا الوالي لان ما بغاش يتبع لهم. وبومديان في المؤتمر الافريقي غيبدل وجهه نظره وغادي يقول لي يهضر ديك الساعه بالشعب حق تقرير المصير ديال الشعب الصحراوي. واش الشعب تيخلق بين ليله ولا غدا 60,000 ولا شعب الدرب ديالنا اكثر من هذاك السكان ديال الصحراء. اذا هذه معطيات تنظن انايا مفيده الواحد يستدمجها في الدماغ ديالو باش يفهم هاد التطورات اللي وقعت. طبعا هاد المسائل المغرب غادي يواجهها بالشعب، اجماع ما كاينش اللي تيقول الصحراء ماشي مغربيه، بما فيها اليسار، التنظيمات اليساريه المتطرفه. انا كنت واحد منهم بور لو دير، ما كانش عندنا الطرح ديال الصحراء ماشي مغربيه. حتى الاخوان ديال الامام اللي كانوا اكثر تطرفا في وسط منا كان بالنسبه لهم تيطرحوا حق تقرير المصير. هذاك الموقف اللي عبر عليه الصرفاتي فيما بعد في المحكمه التحنقيزه ديالو بوحدو، ماشي الامام كلها عند هذاك الموقف. يعني اما 23 مارس ولا اللي نخدم الشعب بالنسبه لهم الصحراء مغربيه، وخاصه ذاك الكفاح الصحراوي بالنسبه لنا كنا تنقولوا سي ان فوكون اللي ممكن انه نتولوا به الوضع ديال المغرب الى غير ذلك. وهذه افكار ديال ذاك الوقت هكا كنا نفكروا بور لو دير زعما، ولكن ما عمر كان التفكير بان الصحراء مستقله، ما عمر كانت. جات المسيره الخضراء. المسيره الخضراء يعني من بعد الخطاب الملكي التجاوب اللي كان ديال الشعب المغربي داك الشيء يعني خارق، وهذا الشيء شفناه امام عيوننا، داك الشيء خارق. وصل 350,000 على اساس 10% منهم ديال النساء. هذاك الشيء اللي تسجل راه تسجلوا، راه الملايين اللي تسجلت. داكشي كثير جدا اللي تسجل في المسيره. اذا ندوزو النقطه الثانيه اللي هي الدبلوماسيه المغربيه من الدفاع عن الهجوم. المغرب ما بين 75 و2000 خدا يعني خدا سياسه ديال الدفاع. اولا واجه العمليات العسكريه لان بوليساريو كانت توصل للمحيط الاطلسي، راهم ضربوا دي شالوتي ديال صبليون وبحاره صبليون، عائلاتهم باقي لحد الان كيطالبوا
بالحقوق ديالهم. كانوا تيجيو يديو الناس من طابطال يختطفوهم، يختطفوا مجرمين من المنطقه كانوا دايرين فيها مبروك. فالمغرب قام بمجهود كبير جدا في هذه المواجهه. هذا المجهود يعني غادي يختموا في 84 بإتمام الجدار الأمني. حين أتم الجدار الأمني عمليا زير البوليساريو بحيث ما بقاوش يقدروا يوصلوا، وبقى على مستوى المؤسسات الدولية في وضعية دفاع من الموجة ديال في اطار الحرب البارده اللي كانت، الموجه ديال الافكار العالم الثالثيه والدوره بالعالم ديال كذا. يعني الجزائر كانت متلبسه هذا الشعار هذا، وتحلم بالهيمنه في افريقيا، وكانت تحلم بالصبح يابان ديال افريقيا. وطبعا كل الأنظمة اللي هي تابعة للتوجه اليساري كانت تتضامن، أوروبا الشرقية، أمريكا اللاتينية غير ذلك. هذا كله جعل البوليساريو أنها تحقق واحد العدد ديال مكتسبات بين قوسين مدعمة لها. والمغرب كان يعني في المنظمات الدولية وفي الهيئات دائما في وضعية دفاع، لدرجة أنه اضطر باش يغادر الوحدة الإفريقية. بعد 2000 سيدخل المغرب سياسة أخرى، سيدخل المغرب سياسة هجومية، بحيث أنه أولا واحد العدد ديال البلدان اللي كانوا غالطين في البوليساريو في ديك حكومة التناوب استطاع أنه الدولة المغربية تستثمر الوجود ديال عبد الرحمن اليوسفي والسمعة ديالو الحقوقية في العالم والكفاح ديالو التاريخي إلى غير ذلك، في يعني الدفاع عن القضية الوطنية. وهذا اللي يجعل اليوسفي واحد العدد ديال البلدان في أمريكا اللاتينية أنها تغير المواقف ديالها، لأن على كل حال كانوا يشوفوا اليوسفي في المنظمات الدولية الحقوقية في كذا، السيد منفي في كان كذا إلى غير ذلك. الآن هو رئيس حكومة، إذا بالنسبة له رئيس حكومة تقدمية هذه، والبلاد راه غادا بواحد التحول إلى غير ذلك وبدا التغير. فالرحلات ديال اليوسفي كانت كثيرة يعني في هذه المرحلة. هذه الخطوات هذه استمر فيها المغرب بنفحة أكثر قوة، خاصة في إفريقيا. الجولات اللي دارها يعني صاحب الجلالة في إفريقيا ماشي سهلة، يعني باش يزور أكثر من 36 بلد في إفريقيا باش يوصلوا لما يفوق 1000 اتفاقية ثنائية مع مشاريع اقتصادية إلى غير ذلك. الأبناك المغربية خاصة واحد 3 ولا 4 ديال الأبناك اللي هما أونطيت دابا، يعني بيبسي والتجاري والبنك والبنك الشعبي إلى غير ذلك، هادو صبحوا متواجدين في واحد 15 تقريبا بلد إفريقي، وطبعا يعتمدون على الافارقه في التوظيف في هذا لي زاجونس ديالهم. والاستثمارات دارت استثمارات اللي هي كبيره جدا، فافريقيا ولا تلقى مصلحتها مع المغرب واحد الشكل كبير. وبدا التغير ديال المواقف غادي، يعني بديك السبحه اللي كانت جامعه افريقيا تقطعات وبدا كل خطره تيطيح واحد الى غير ذلك. الان حنا تنشوفوهم تيفتحوا في القنصليات في العيون وفي الداخل. فهاد السياسه الهجوميه
عطات كذلك بالنسبة للمغرب يعني